الموالي لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية الشغل. تفضلوا سيد الرئيس. نسائلكم السيدة الوزيرة حول وقع الحصيلة الإيجابية للسياحة لسنة 2022 على شغيلة القطاع. كلمة لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية الشغل. تفضلوا سي خلينا. السيدة الوزيرة، من المؤكد أن جائحة كوفيد-19 قد ساهمت بشكل غير مسبوق في تفاقم المشاكل والصعوبات بالقطاع السياحي، وخلفت آثارا اقتصادية واجتماعية قوية على دينامية القطاع الذي كان يعاني من عدة اختلالات قبل الجائحة، والتي حالت دون كسب رهان تنمية القطاع رغم البرامج التنموية الوطنية حظي بها، والتي رصدت لها أموال طائلة لم يكن كافيا ولم تواكبه إجراءات أخرى من أجل حماية مناصب الشغل. وهكذا لاحظنا أن بعض الشركات والمؤسسات أقدمت على تسريح الأجراء الفنادق التي تملكها بشكل جماعي في أكادير ومراكش ورزازات وزاكورة وارفود وغيرها، وإن هذه الوحدات الفندقية لازالت مغلقة مما أضعف الطاقة الإيوائية الوطنية. إضافة إلى ذلك، نسجل السيدة الوزيرة تجميد مجموعة من المشاريع السياحية بشكل غير مفهوم، مجموعة من المشاريع السياحية الكبرى، كمثال على ذلك مشروع واد شبيكة بالطنطان التي راهنت عليه ساكنة طنطان ومعها جهة قليميم وادنون لامتصاص بطالة الشباب في جهة تسجل أكبر معدلات للبطالة أكثر من 21% على الصعيد الوطني. إن العنصر البشري بالقطاع الفندقي والسياحي عامة تعرض لأضرار جسيمة ماديا واجتماعيا ونفسيا، ولم يعد يثق بالعمل بهذا القطاع ويسعى إلى تغيير الوجهة إن أتيحت له الفرصة في ذلك. ونفس الشيء بالنسبة للطلبة في طور التكوين والمعاهد والمدارس العليا الخاصة بالفندقة والسياحة ومؤسسة التكوين المهني. لذا يجب إعادة النظر في السياسة المتبعة تجاه العنصر البشري بالقطاع والتكوين المستمر، وتشجيع الاتفاقيات الجماعية واحترام قانون الشغل، وإعادة النظر في مسالك التكوين المهني والجامعي وتعزيز الكفاءات، وبالعودة للسؤال حول حصيلة القطاع السياحي لسنة 2022، فإن الانتعاش التي عرفها القطاع لا يمكن أن نعتبرها مؤشرا على أن السياسة السياحية المتبعة تسير في الاتجاه الصحيح، وذلك لأن هذه الانتعاشة جاءت بعد سنتين من الإغلاق وخلال العطلة الصيفية التي تنشطها السياحة الداخلية، والتي أصبحت تفرض قيمتها وأهميتها في النشاط السياحي الوطني، رغم أن الوزارات المتعاقبة على تسيير الشأن السياحي لم تنجح في استقطاب منتوج سياحي وطني داخلي متنوع الفروع يتماشى مع القدرة الشرائية للسائح المغربي. ونسجل وما نأسف له السيدة الوزيرة أن السائح المغربي يعتبره البعض من المهنيين السياحيين سائح من الدرجة الثانية يتعرض لمعاملة دونية ببعض المؤسسات الفندقية. ولهذا راسلكم السيدة الوزير للمكتب الوطني النقابة الوطنية عمال ومستخدمي الفنادق والمهن السياحية عدة مرات من أجل طلب لقاء حوار اجتماعي حقيقي ولتدارس من هذه الملفات الذي يتخبط فيها قطاع السياحة وخصوصا الشغيلة السياحية. ونؤكد لكم السيدة الوزيرة أن أصبح لزاما عليكم احترام السائح الوطني السائح المغربي، لأنه أصبح فعلا يتعامل بطريقة دونية، وببعض الأحيان يتعامل كأننا في نظام الأبارتايد، وكأن الدرهم المغربي ليس مقبولا داخل السياح بل مقبول عملات أخرى. لذا نطالب من الجميع اليوم احترام السائح الوطني، هو الذي فعلا أنقذ سنة 2022. شكرا سيد الرئيس.